الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله، من للتبعيض، يعني ليس كل الإيمان بالله ولكن من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، لكنه سيتكلم على نوع واحد من هذه الأنواع، وهو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المسلم يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن يجب علينا أن نؤمن بالله عز وجل ربا، وأن نؤمن بما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه. فمثلا الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، فنثبت لله عز وجل صفة اليدين لأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقال الله عز وجل: غضب الله عليهم، فنثبت لله عز وجل صفة الغضب لأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لكن ينبغي لنا حين نثبت لله عز وجل الصفات ألا نمثل، لأن التمثيل كفر. من مثل الله بخلقه كفر، من قال وجه الله كوجه المخلوق فهو كافر، أو قال يد الله كيد المخلوق فهو كافر. ولكن نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا تسمي الله عز وجل باسم ليس في القرآن وليس في صحيح السنة، وإنما يسمى الله عز وجل بما في القرآن وبما في صحيح السنة، لأنه لا يعلم ما لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا الله عز وجل، وما أوحاه إلى رسله سبحانه وتعالى. قوله من غير تحريف كما تفعل المعطلة، أصحاب الاعتزال، وأصحاب الأشعرية، وأصحاب الجهمية، فإنهم يقولون في اليد النعمة والقدرة، وهذا تحريف، ويقولون في الغضب الانتقام، وهذا تحريف، ويقولون في الرضا الإحسان، وهذا تحريف. بل نحن نثبت لله عز وجل اليدين كما يليق بجلاله، ونثبت له الرضا، ونثبت له الغضب كما يليق بجلاله. والتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، فتحريف اللفظ مثل قولهم: الرحمن على العرش استولى، هو في القرآن استوى، فزادوا اللام، زادوا اللام. وكذلك هذا التحريف يؤدي إلى تحريف المعنى، فإن الاستيلاء غير الاستواء. قال: ولا تعطيل، التعطيل التفريق، وهو جعل الله عز وجل لا أسماء له ولا صفات. قال: بل أعتقد، هذا عقيدة أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ركز، هذه الآية في سورة الشورى، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه. قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، هذا تنزيه. وقال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، هذا تنزيه. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته وأفعاله. وهو السميع البصير، هذا إثبات، نثبت لله عز وجل صفة السمع ونثبت له صفة البصر.
ونثبت له صفة المحبة والغضب والرضا وما أثبت لنفسه، لكن ما تثبته ينبغي ألا يكون فيه تمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء أبدا. والله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر، يبصر بعينين حقيقيتين. قال الله عز وجل تجري بأعيننا. قال الله عز وجل والله يسمع تحاوركما. ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه. كل ما وجدته في القرآن أو السنة ثابت لله عز وجل فاثبته: السمع والبصر والقوة والإرادة والقدرة والغضب والرضا والسخط والكره والمحبة وغير ذلك من الصفات. فمن نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه فهو من المعطلة. قال ولا أحرف الكلم عن مواضعه، لأن هذه طريقة أهل البدع. الأول يقولون هذه الصفات ليست بثابتة، هذا نفي عن الله ما أثبته لنفسه. الأمر الثاني يقولون هذه الصفات المراد بها كذا، وهذا من الباطل، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا قال الله عز وجل يحبهم معلوم معنى المحبة في لغة العرب، وإذا قال الله عز وجل غضب الله عليهم معلوم معنى الغضب في صفة العرب، فلماذا يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ وتحريف الكلم عن مواضعه من صفة اليهود. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلم المراد به الكلام، وبقوله عن مواضعه أي عن دلالته الصحيحة إلى دلالة فاسدة. قال ولا ألحد في أسمائه وآياته. الإلحاد الميل، الإلحاد الميل، ومنه لحد القبر. لماذا سمي اللحد في القبر لحدا؟ لأنهم حين يحفرون القبر ويصلون إلى اللحد يميلونه إلى جهة القبلة فسمي لحدا. فكذلك من أمال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن معناها الصحيح سمي ملحدا. فالإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى هو الميل بها عما دلت عليه، وهو أنواع. إلحاد الجهمية يقولون ليس لله أسماء وليس له صفات، وإلحاد المعتزلة يقولون لله أسماء وليس له صفات، وإلحاد الأشاعرة يقولون له أسماء وبعض الصفات، وإلحاد الممثلة يقولون صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، وإلحاد المشركين أنهم يسموا الله أو يسموا آلهتهم بأسماء الله، فيسمون اللات والعزى ومناه من الإله ومن العزيز ومن المنان. وهكذا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. إلحاد النصارى يسمون يعني الله بالأب والابن، وهذا من الإلحاد. وكذلك إلحاد الصوفية تسمية الله بالعشق والعاشق واللذة. وإلحاد الممثلة أن يقولوا يد الله كيدي يد ووجه الله كوجهي، وهكذا يقولون قاتلهم الله، هذا إلحاد. وإلحاد المفوضة يقولون هذه الآيات وهذه الأحاديث التي نقرأها ليس لها معنى. هذه 6 أنواع من أنواع الإلحاد. وآياته، الآيات تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. لو تكتبون بعض الفوائد تستفيدون. الآيات الكونية يكون الإلحاد فيها بزعم أن مع الله معين أو ظهير أو نصير أو مالك، فهذا إلحاد. لو قلت لله شريك في ملكه هذا إلحاد. لو قلت لله معين في خلق السماوات والأرض هذا إلحاد، كما يفعل غلاة الصوفية حينما يقولون هناك أوتاد وأقطاب يتصرفون في الكون مع الله عز وجل. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية وهي القرآن والسنة فهو بتكذيبها أو بردها أو بتحريفها. قال ولا أكيف، حين أقول أن الله يسمع ويبصر وأن له سمع وبصر وأن له يد وعين
ليس معنى ذلك أن أقول يده كيد المخلوق وعيناه كعيني المخلوق، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه. فهؤلاء الممثلة قاتلهم الله هم كفار، الممثلة والمكيفة كفار، لأنهم يمثلون صفات الله بصفات المخلوق. صفات المخلوق حتى وإن كانت كمال هي ناقصة، علم المخلوق ناقص، قوة المخلوق ناقصة، سمع المخلوق ناقص، بصر المخلوق ناقص، لكن الله عز وجل له الكمال المطلق. سمعه لا يعزب عنه شيء، بصره لا يغيب عنه شيء، قوته لا يعجزها شيء، وهكذا ليس كمثله شيء السميع البصير. قال: ما السبب أنه لا يكيف ولا يمثل ولا يعطل ولا يحرف؟ قال: لأنه تعالى لا سمي له. لا سمي أي لا مثيل، اكتبوا هذا، لا سمي له أي لا مثيل له. هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثيلا؟ وهذا لا يكون، فإن الله لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولم يكن له كفوا أحد. ولا كفء له أي لا ند ولا مثيل، أيضا المعاني متقاربة. ولا ند له أي لا نظير له، ولا كفء له ولا سمي له. ولا يقاس بخلقه، لا يقال صفات الله كصفات المخلوق، أو يقال صفات المخلوق كصفات الله، كل ذلك كفر. فإن الله عز وجل هو العظيم الكريم الكبير القوي الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، ليس كمثله شيء السميع البصير. فالآن عندما يقول الممثل قاتله الله أن يد الله كيد زيد، هل تأمل معنى قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ كيف تكون هذه اليد كيد زيد وهي تقبض الأرض وما فيها، وتطوي السماء وما فيها، ويهزهن سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء؟ فهؤلاء فجرة الذين يقولون بأن صفات الله كصفات المخلوق، فجرة كفرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. والذين يقولون بأن الله لا أسماء له ولا صفات له جعلوه عبارة عن عدم، لا وجود له. ربما يكون هذا الكلام ثقيل على المبتدئين منكم، لكن اعلم أن الله يسمى بأسمائه الموجودة في الكتاب والسنة، وأن الله تثبت له الصفات الموجودة في الكتاب والسنة، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل نفيناه، بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا يأتي واحد يقول لك كيف ينزل، قل له كيف، هذا لا يجوز أن تسأل عنها. أو يقول لك مش معقول ينزل، قل له كيف مش معقول ينزل، والله عز وجل قد ذكر في كتابه نحو ذلك: وجاء ربك والملك صفا صفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أحاديث كثيرة وهو يقول: ينزل ربنا. ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بذلك. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه. يعني لماذا نتوقف في إثبات الأسماء والصفات على القرآن وعلى السنة؟ لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، هذا الأول. وإذا تكلم العالم وجب قبول خبره، وأصدق قيل وإذا تكلم الصادق وجب قبول خبره. فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل كما قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأحسن حديثا، أي حديثه بين واضح ليس بالتعمية، بل هو بين واضح يفهم، فيجب قبول خبر الله عز وجل وقبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، أي المعطلة، أقصد الممثلة، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فالله عز وجل وصفه أهل السنة بالإثبات والتنزيه، بالإثبات ردا على المعطلة،
وبالتنزيه ردا على الممثلة. ركزوا معي قليلا. الآن صفة الغضب، نحن نقول يغضب الله عز وجل غضبا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، ليس كغضب المخلوق. الممثلة يقولون غضب الله كغضب زيد، كغضب المخلوق، هذا تمثيل، التمثيل لا يجوز بل هو كفر. المعطلة يقولون لا يغضب، هذا رد للقرآن والسنة وهذا كفر. إذن ما هو الطريق الأسلم؟ أن نقول يغضب غضب يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهكذا ليس كمثله شيء وهو الذي يغضب وهو الذي يرضى وهو الذي يحب وهو الذي يسخط وهو الذي ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، والقول في جميع الصفات على هذا النحو. فقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان بمعنى تنزيه، تنزيه الله عن النقائص. ربك أي رب العالمين، رب العزة أي صاحب العزة، رب العزة صاحب العزة، فهو العزيز. عما يصفون، عما يصفه به الكافرون ومن وافقهم، فالكافرون زعموا أن الله ولد وأن له ولد، فنزه الله نفسه عن ذلك. وقال المرسلين جميعا، لأن المرسلين متفقون على العقيدة. والحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر صفات الكمال لله عز وجل مع المحبة والتعظيم لله رب العالمين، مالك وخالق ورازق ومدبر العالمين. والعالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، السماوات والأراضين والجن والإنس والملائكة، كل هذا عالم، عالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي عالم المكلفين. درس اليوم على الجدد ربما ثقيل شيئا ما، لكن تلخيصه أن الله عز وجل يثبت له كل ما أثبته لنفسه في القرآن وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن الله عز وجل ينزه عن التمثيل وينزه عن التعطيل، بل لابد أن تثبت له الصفات مع نفي التمثيل ومع نفي التعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولماذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ لأنه لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، ولأنه لا يجوز أن يقاس بخلقه، لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، الخالق الكامل من كل وجه بالمخلوق العاجز الناقص. فإن الله عز وجل هو العظيم الكبير الواسع المجيد، ليس كمثله شيء السميع البصير. ومن أين نأخذ الأسماء والصفات يا أخوة؟ من أي إنسان أم من القرآن والسنة؟ من القرآن وصحيح السنة. لو أتى واحد يقول لك الآن الله اسمه القديم كما يثبته بعض أهل العلم، نقول له أين في القرآن أن الله اسمه القديم؟ ما عنده في القرآن. أين في السنة أن الله اسمه القديم؟ ما عنده في السنة. إذن نقول اسم القديم ليس من أسماء الله. لو قال واحد من أسماء الله القوي، تقول نعم هذا ورد في القرآن وهو القوي العزيز، والقوي هو صاحب القوة. لو قال واحد الرحمن على العرش استوى، الله استوى على العرش، نقول نعم، لأن الله يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، والاستواء هو العلو والظهور. لو قال واحد يجلس الله على العرش، نقول لفظة يجلس ليست في القرآن وليست في السنة، إذا نحن لا نذكرها ولا ننفيها، نتوقف فيها. فهذا ما جاء في القرآن والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في القرآن والسنة نفيا نفيناه. مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة وننفي النوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ننفي الموت.
وما كان الله ليعجزه من شيء، إنه كان في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ننفي العجز. وما مسنا من لغوب، ننفي اللغوب. ما نفاه الله عن نفسه ننفيه مع إثبات كمال ضده. فالله عز وجل لا يعجزه لشيء لأنه القوي العزيز، لا ينام لأنه الحي القيوم، لا يجهل لأنه العليم بكل شيء. فهكذا ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، ما نفاه الله ورسوله نفيناه مع إثبات كمال الضد. ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة توقفنا فيه، توقفنا في ألفاظه وأثبتنا المعاني الحق بالقرآن والسنة. هذا مختصر، وإلا ستأتي القواعد موسعة في كتابنا سلامة الخلف. وقد درسنا أيضا كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، فهذا الدرس اليوم يكفينا. فمن استطاع أن يفهمه فالحمد لله، ومن لم يستطع فليكرر القراءة وسيفهم إن شاء الله عز وجل. وهذه كما ترون عقيدة مختصرة في صفحات قليلة يسيرة، لكن من فهمها فهم كثير من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.